انا لازم اروح عند الدكتور. مرعوبه. انا هنا اهو، قاعد في وشها وهي قاعده في وشي والبيبي في النص. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. انتوا فايتكم بقى كواليس كتيره قوي واحداث كتيره جدا ما كناش اعلنا عنها ولا قلنا اي حاجه. فالنهارده بقى هنوريكم كل حاجه كانت فايتاكم من A to Z كده. في الحمل بتاع أمولة كان في حاجات كتيرة جدا حلوة ومشوقة، احنا كنا مخبينها عنكم بصراحة علشان حاجة هقولها لكم في آخر الفيديو. المهم النهاردة هتشوفوا معانا من أول يوم سمعنا فيه النبض بتاع البيبي وتأكدنا إن أمل حامل، وشوفوا رد فعل أمل ورد فعلي لحد بقى لما بدأنا نشوف إيلا في بيسموه ايه؟ التكوين بتاعها بقى، وراسها ورجليها وشكلها بقى عامل ازاي، والحاجات دي كلها هتشوفوها معانا في الفيديو النهارده لاول مره. هتابعوا الفيديو للاخر علشان هتشوفوا حاجات بقى تقشعر الجسم بالظبط كده، حاجات بقى اللي الواحد كان على الاحساس احنا ده. قلنا طبعا نستعيد معاكم الذكريات عشان خلاص عقيقه إيلا قربت جدا جدا جدا، وفي مفاجاه كبيره قوي. العقيقه بتاعت إيلا او السبوع يعني بمعنى اصح ان شاء الله قربت جدا. هنا وجاي بقى هبدا ادخل لكم في التفاصيل اللي هي لازم كلنا نكون مستنيينها. يلا بينا عشان اوريكم الحاجات الحلوه اللي احنا كنا بنشوفها من اول يوم حمل. يلا بينا. عايزه اقول لكم بقى شعور اول لما عرفت ان انا كنت حامل. عايزه اقول لكم كنت بتنطط من الفرحه، بصوت كده من فرحتي. ده بسبب ايه بقى؟ الفيديو بتاع اول ما هي خلاص عرفت ان هي حامل وجابتني على ملا وشي وقالت لي الخبر. انا بجد يومها لما اجي افتكر الموضوع ده، عارفين لما يحصل لك اي موقف وحش في حياتك وتستعوض ربنا فيه وتقول الحمد لله وربنا يعوضك بيه حاجه حلوه قوي. إيلا بالنسبه لي انا كانت العوض الحلو اللي ربنا عوضني بيه عن اي حاجه وحشه انا كنت شفتها في حياتي. بالظبط، عشان انتوا كنتوا عارفين ان انا كنت حامل قبل كده، والبيبي ربنا ما ارادش ان هو يكمل، فالحمد لله على كل شيء. فكان عوض ربنا كبير قوي. اول كمان لما سمعنا صوت نبض البيبي ده كان بعيدا بقى عن ان انتوا لسه ما تعرفوش إيلا طالعه بقى شبه مين فينا. طالعه عسوله الحمد لله. فتوقعوا كده مين فينا اللي عسول؟ اكيد مش انا، صح؟ باينه قوي. انتي اكيد مش انتي يعني. بص هما اكيد هيجوا يوم وهيشوفوها. اليوم ده امتى هي مش هنقول، هنسيبها مفاجاه برضه، وممكن تطلع ميكس يعني لا شبهي ولا شبهي. هما اللي هيحكموا بقى، عشان لحد دلوقتي بقول ان هي شبهي وهو يقول لي لا دي شبهي، فاحنا بنتخانق مع بعض. فاحنا هنسيبكم انتوا ان شاء الله لما تشوفوها انتوا اللي تحكموا بقى هي شبه مين فينا. المهم بقى لحظه اول ما رحنا اول يوم عند الدكتور وبدانا نسمع بقى بالاجهزه وكده النبض بتاع إيلا او النبض بتاع البيبي. وقتها حسينا ايه ده، في حاجه بقى. ايه ده إيلا ده بجد، ده ما شاء الله ربنا مبارك فيها. الموضوع بقى بيتطور بالشهر الاول للشهر الثاني للشهر الثالث، كل مره بنسمع حاجه مختلفه وبنلاقي حاجه متطوره اكتر. يعني الاول كنا بنشوف حاجه صغيره مش باينه بس ممكن نسمع نبض، وبعد كده بنبدا نسمع صوت اقوى شويه وبنشوف بقى يبدا في حاجات تتكون لحد ما كان الشهر الكام اول ما شفنا بقى إيلا. يعني كان الخامس كده لما كانت عامله ايديها كده. كان عندها حركه كده دايما بتقعد تعمل كده ايديها كده اول ما اتولدت برضو، وكانت عامله ايديها كده. وصلنا بقى للشهر الخامس في السادس بدا عايزه اقول لكم على حاجه. اول لما البيبي، معلش بس اقول حاجه صغيره، اول ما البيبي ابتدى يتحرك تمام، عايزه اقول لكم ان هي اصلا بتموت كده في حليب من اول ما هي في بطني. ايه اللي كان بيحصل؟ كانتش تتحرك طول اليوم ماشي. ده جت في مره واقعد انا العبها لا جت في مره قلقتني جامد، قالت لي أنا لازم اروح عند الدكتور ضروري. بالظبط. فراح هو عمل ايه بقى؟ انت في ايه؟ ما فيش، انا لازم اروح عند الدكتور. مرعوبه. ايوه في ايه؟ قالت لي ايه لو ما بتتحركش وده من امبارح. فقلت لها طيب ممكن احاول بس في حاجه. رحت عند البطن كده وايه اللي هو ايه، قعد يلعب ويكلمها حبيب بابا. إيلا انا هنا اهو. لقيت لك الدبه من هنا بقى، هنا رجلها شلاليت. ومن وقتها بقى وهي عماله تلعب بجد. وكل لما هو يجي مثلا هي ما بتتحركش وهي مش بتتحرك ومش عايزه تتحرك النهارده، يجي بس ينده لها ويلعب معاها تقوم تتحرك بقى وتلعب براحتها. سبحان الله، يعني الحاجات دي بتبقى من عند ربنا كده. ومره ايه ده الصوت يا جماعه؟ بنصور 2000 years later. فعايزه اقول لكم يا جماعه يوم كده كنا برضو بنشوف السونار وبنشوف بيبي إيلا بقى بالفور دي طبعا. فاول لما حليم كلمها وقعد كده يعكسها شويه راحت ضحكت. اليوم ده عايزه اقول لكم الدكتور قال لي دي هتبقى لباباها، دي خلاص دي روح باباها، دي بتحبه قوي ومش عارفه ايه، وتطلع شقيه. وفعلا كانت شقيه.
على فكره كان عنده حق. وده يدل على ان الناس اللي قالت البنت بتطلع حابه مياله باباها، لباباها، ده سبحان من الله، هما في بطن انا ما الأم. عملتش حاجه يعني. كون ان هي عارفه صوتي، ولما اتولدت الحمد لله عارفه برضو صوتي. بالظبط. فتضحك. لا وعايزه اقول لكم حاجه معلش، يعني هي اصلا 24 ساعه معروف ان هي بتبقى في حضن الام، والاب بس بياخدها يلعب مش عارفه ايه، لكن على طول الاكل هو طبعا بياكلها برضو يشربها كل حاجه، بس الاكتريه بتبقى مع الام. ده اول ما تبقاش بتعملش اي حاجه، ساكته او بتعيط، اول لما يجي يبص لك وضحك وهزار ولعب وكل حاجه. قلب الام. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ده قلب الام. ازاي؟ بصوا الحاجات دي بتاعت ربنا، فاي ام عندها بنت طلعت بتحب باباها اكتر ما تتضايقوش، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. ايه يا جماعه في ايه؟ مش هنصور الفيديو ده النهارده؟ مش عارف مين اللي باصص لي في الفيديو ده. المهم نكمل. اهم بقى من كل ده، لا هو يوم باين من اوله لحد ما جه اليوم اللي خلاص الدكتور حدد فيه ان بيبي إيلا هتتولد. اليوم ده بقى لا يا سكوبي، ما يا الناس يا انت ايه يا جماعه في. المهم جه اليوم اللي خلاص الدكتور حدد فيه بقى وخلاص بيبي إيلا هتظهر على وش الدنيا. كمان انا عايزه اقول لكم حاجه كمان انت نسيتها، حاجه مهمه جدا. احنا كنا يا جماعه حاسين 100% ان بيبي إيلا هتطلع اصلا بنت مش ولد، ما كناش عاملين حساب 1% ان هي ولد. سبحان الله خالص، ولا جبنا اي حاجه ولا وحتى واحنا كنا بنجيب اللبس بتاع البيبي كان اغلبه يعني كله بنت. قلت بقى اجيب 5 قطع كده ولاد يا رب ان شاء الله، يعني يا رب بنوته يا رب بنوته. قعدنا ندعي بقى ربنا ان هي كواليس تطلع بقى بنوته. بتاعت اليوم اللي بيبي إيلا جت فيه. عايز اقول لكم ان اموله ما كانتش خايفه، هي كانت بس عندها رهبه اللي هو انا داخله اعمل عمليه فتعالى معايا، يعني انا مش عايزه ابقى لوحدي. انا عندي احساس اللي هو طبعاً ازاي يا الدكتور جماعه ازاي. لا يا جماعه ما ينفعش ان عدد كبير يبقى جوه العمليات، ده غلط على البيبي وغلط على صحتك وما ينفعش. فطبعا قعدنا ناخد اكسبشنات لحد الصبح، اللي هو معلش طب حتى ابقى موجود في لحظه اما البيبي تخرج وبتاع. اليوم ده والاحساس ده الله اكبر، يعني ربنا يرزق كل مشتاق ويكتبه للناس كلها. وده احلى احساس واجمل احساس انت ممكن تحسه في حياتك لاكتر من سبب. طبعا اكيد الناس اللي دخلت في الحاجات دي قبل كده عارفه انا بتكلم عن ايه. بس كواليس اليوم بقى بتاعت الولاده الحمد لله، مش بحسدك طبعا، يعني الله اكبر ما شاء الله عليكي. اموله فاجئتني وكانت اقوى من اي حاجه. فضلت يومها مصممه ان هي عايزه تقوم على رجليها بعد لا كده كتير يا ابني العب بعيد. يلا ده ايه اليوم ده؟ لما خرجت وقعدت في السرير شويه وخلاص الناس بدات تمشي واحده انا واحده. عايزه اقول لكم ان انا اول ما طلعت بضحك وعماله بسلم عليهم اكني مش طالعه من عمليات تقريبا، عماله اقول لهم باي باي انتوا فين وحشتوني. صفصفت علينا بقى انا وامل في الاخر لوحدنا في المستشفى. بقيت انا قاعد في وشها وهي قاعده في وشي والبيبي في النص. اللي هو بقى عارفين انتوا اللي هو انا مش مستوعب، انا بقيت اب وهي ام والبيبي في وسطنا. عارفين انتوا اللي هو كل شويه عمال اعدي هي البيبي في. طب اعمل لها ايه لو عياط مش عارف ايه. طبعا كان الدكاتره هناك او الممرضين مساعديننا شويه. انا كل دقيقه كان ارن على جرس الممرضه لحد ما هنا امل بقى فاجئتني زي ما انا بقول لكم ايه. راحت قايمه قالت لي انا عايزه انزل واتمشى شويه وبتاع. انت تعبانه، انت لسه قايمه من العمليه، اهدي شويه. قالت لي لا انا عايزه اقوم وامشي دلوقتي واجرب وبتاع. لما قامت ومشيت ولقيت الدنيا تمام قلت لها لا ده احنا هنروح بقى، ده كده وقمت بالليل لقيته يا عيني نايم، رحت التويليت كمان لوحدي وكنت شطوره قوي قوي. فاحنا بنحكي لكم ده علشان برضو الموضوع كنت لو عايزه احنا عاوزينه أمشي. صعب الناس يعني اللي عايز حاجه صعبه فعلا بيلاقيها صعبه. اللي بيحاول يقاوم ويعدي اليوم سهلوا الامور على قد ما تقدروا على نفسكم حتى هيلاقي لو الدنيا صعب. بتزق معاك وبتبقى سهله وبتاع. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ان انا اقول لكم بقى خبر حلو في الاخر ان شاء الله. العقيقه بتاعت إيلا قربت خالص، كلها كام يوم. هقول لكم على اليوم قبلها على طول علشان هو مفاجاه وجواه مفاجاه ومحضرين مفاجاه وكله مفاجآت اصلا اليوم ده. انتظروا معانا ان شاء الله ايام حلوه جايه. طبعا إيلا كلكم بتسالوا يعني إيلا تظهر امتى، شا هيظهر امتى. لسه يا جماعه بدري قوي. الرد على هذا السؤال تابعوا الفيديوهات. ايوه تابعوا الفيديوهات اللي جايه عشان فيهم مفاجآت رهيبه. امشي انا بقى علشان قبل ما حد ينط لي في الفيديو. يا جماعه مش توحشونا عارف جدا المره جدا. الجايه هيجي وقولوا منين. لنا عايزين فيديوهات تانية ايه وعايزين نعمل لكم فيديوهات تانية ايه. قولوا لنا في الكومنتات، ما تنسوش اللايك على الفيديو. توحشونا قوي قوي.
خلي بالكم من نفسكم وانتظروا حاجات حلوه كتير ان شاء باي الله الفتره باي. اللي جايه.